عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء متابعين الكرام، ورجعت لكم فيديو جديد وحصر متميز جدا. كنا يا جماعة في كذا فيديو اتكلمنا على صنف مالتي فيتامينز اللي هو A to Z، خاص بكل حاجة في الجسم. يعني كل حاجة في الجسم تقريبا فيها مشكلة أو إرهاق أو تعب أو أكسدة أو ضعف إلى آخره. فكان الفيتامينز دوت أو الصنف المحترم ده كان يعني بيساعدها. كان معانا يا جماعة، احنا كنا على طول في اكتر من فيديو. كان معانا المادوفيت وانا اتكلمت فيه فترة، وكنت يعني انا مجربه خدته، مشيت عليه تقريبا سنتين. المادوفيت يا جماعة صنف 10/10، 10/10 كومبليت اي تو زد وفيلوتين وكيو انزيم 10، يعني حاجة روعة جدا. صنف الماني محترم، صنف الماني محترم. وقلنا قد ايه يا جماعه ان المادوفيت دوت مفيد. يعني يا ريت تراجعوا الفيديوهات وتشوفوا شرح المادوفيت. والمادوفيت من ضمن الحاجات يعني المميزه جدا فيه ان هو بيرفع معاك المناعه في الجسم. لو انت على طول بتصاب بالامراض، على طول كل شويه عندك نزله برد، على طول عندك نزله معويه، عندك كحه، فالمادوفيت كان الخيار الامثل للموضوع ده. النهارده جايبين صنف تاني هنتكلم عليه اهو، وهو السانوتاكت. السانوتاكت يا جماعه برضو صنف الماني محترم جدا، ونفس الكلام اي تو زد، تقدر تقول هو اخو المادوفيت. اي تو زد برضو في اللوتين وفي كريونزيم 10 وكريونزيم 10. والحاجتين دول يا جماعه بلس ان هو فيه 26 عنصر، يعني هو فيه 26 فيتامينز. احنا بنتكلم على اللوتين والكيو انزيم 10 من الحاجات المهمه جدا 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 في الطبيعه. ان هم بيعملوا على تجنب الجسم، يعني بيجنبك الجلطات المختلفه، بيعمل معاك مضاد اكسده، بيحارب الكوليسترول، الشوارد الضاره. فمفيد جدا، يعني يعتبر من الحاجات اللي هي نادر اللي انت تلاقيها مجتمعه في فيتامين. عشان كده هو اي تو زد. فالسانوتاكت يا جماعه، السانوتاكت لو انت عايز تاخد حاجه مالتي فيتامين محترمه، حاجه فعلا تحس بفرق في جسمك، لو انت موظف بتشتغل، او انت طالب ثانويه عامه، انت بتلعب جيم، راجل لسه عريس جديد، عايز تحس بفرق، يعني حاجه في حاسس انت تعبان من غير سبب، كل شويه تروح تكشف جميع التخصصات، مفيش عندك مشكله، مفيش عندك حاجه، فحاسس يعني اللي انت تعبان او مرهق من غير سبب، فانا انصحك ان انت تاخد السانوتاكت، هيفرق معاك جامد جدا. صنف متميز ومحترم الماني. برضو يا جماعه الادويه الالماني لا يعلى عليها لا غبار عليها. الناس دي ما بتهزرش، لما يقول لك احط لك كذا يبقى يحط لك كذا، نسبه كذا نسبه كذا، حاجه 10/10. هتاخد فعلا حبايه فيتامين هتفرق معاك في جسمك. لو انت تعبان مريض مش عارف ايه السبب، ما عندكش اي مشكله، رحت لجميع الدكاتره جميع الاستشاريين قال لك مفيش مشكله، يبقى انت تاخد صنف المالتي فيتامين ده، وان شاء الله باذن الله يفرق معاك. طيب هم بيقولوا يا جماعه يعني الشركه المصنعه للفيتامين اللي انت تاخده قبل الوجبه واثناء الوجبه، فاحنا نمشي حسب اتباع التعليمات بتاعتهم ونقول ان انت تاخد قرص قبل الوجبه. طيب انت حابب تاخده يوميا، بس هو سعره غالي شويه، فانا انصحك يوم بعد يوم، بلاش انت تاخده يوميا، يعني يوم بعد يوم هتاخد قرص قبل الوجبه، يعني خليها قبل الفطار. قبل الفطار ماشي، هتاخد قرص، اصحى مثلا اشرب كوبايه ميه، وبعد كده خد لك حبايه فيتامين اشرب عليها كوبايه ميه تاني، وبعد كده تناول وجبه فطارك المعتاد. تمام. هتبقى زي ما بيقولوا صاروخ في الشغل، صاروخ في الناس الصناعيه، الناس اللي بتروح الجيم، طلاب الثانويه العامه، الناس اللي عرسان الجدد يا جماعه، هيفرق معاكم بجد. الناس اللي هي رايحه رحله وعايزه ان هي تبقى نشيطه، تمام. الناس اللي لسه رايح وظيفه جديده وحاسس يعني ان هو تعبان وعايز يوري الناس اداء اعلى، عايز يثبت وجوده، فانا بنصحك ان انت تجيب منتج او الفيتامين بتاع السانوتاكت يا جماعه، لان هو روعه بجد، روعه، صنف الماني محترم. طيب بالنسبه بقى للناس اللي هي عندها امراض مزمنه او الناس اللي بتاخد علاج، اعمل ايه؟ اروح للدكتور المعالج او الصيدلي، اوري له العلاج اللي انا باخده، تمام. او انا لو عندي حساسيه نفس الكلام، لو عندي حساسيه نفس الكلام، اروح للدكتور سواء الطبيب المعالج او للصيدلي، واقول له يا دكتور لو سمحت انا عايز اخد السانوتاكت او عايز اخد المادوفيت، فانت حضرتك ايه رايك؟ يعني انا عايز اخد السانوتاكت او المادوفيت، لقيته على النت وفي واحد ابن حلال بينصح بيه، فانا عايز اجربه، ايه راي حضرتك؟ هو هيقول لك المفيد لصحتك ولسلامه جسمك، لكن ان انت من نفسك تاخده لا. بالنسبه للناس اللي هي مريضه او الناس اللي عندها حساسيه، ما تاخدش الدواء بدون اشراف طبي مباشر.
طب وقلنا الناس اللي هي ما عندهاش حاجه الحمد لله تمام وزي الفل، هتاخد السانوتاكت، تمام، تشرب كوبايه ميه، تمام، وبعد كده تاخده، وبعد كده تشرب كوبايه ميه تاني، وبعد كده تتناول وجبه فطارك او غدائك، مفيش مشكله. بس انا بقوم بايه الاحسن على الفطار عشان تبدا يومك معاه ايه، يبقى 10 على 10 ويعمل لك كل حاجه كويسه في الجسم وتحس بتاثير فيه. تمام. طيب بالنسبه للسعر بتاعه، هو للاسف يا جماعه سعره مش ثابت حاليا، ان هو يعتبر شبه ناقص. فسعره حسب الشركه 440 جنيه، حسب كلام الشركه 440 جنيه. هتلاقي ناس بقى بتبيع سعر قديم ب 390، ناس بتبيع ب 450، ناس بتبيع ب 400، فحسب اللي انت تلاقيه. لكن هو صنف محترم وانا برشحه لاي حد، وان شاء الله هيفرق معاكم. وهو في منه ال 30 قرص، في منه ال 30 قرص، وفي منه ال 100 قرص يا جماعه. لكن هو صنف محترم جدا وهيفرق معاك جامد قوي، والماني مستورد ومصرح بيه من وزاره الصحه، ما فيهوش اي مشاكل. وان شاء الله يا جماعه باذن الله يا رب نكون بنفيدكم بعلمنا القليل، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمه حصريه وجديده ومفيده. وما تنسوش يا جماعه الشير واللايك والاشتراك في القناه على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.